السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، حابب أتكلم في العك الكروي اللي حصل النهاردة في مباراة الأهلي وبيراميدز. آه، العك اللي نتج عن سوء استغلال الفرص اللي جات لك، وسوء استغلال أو تمسك اللعيبة بالفرص اللي جات لهم، اللي هم يحجزوا مكان أساسي ليهم في الفرقة. ومع أنت نازل بمعنويات، يعني إيه، معنوياتك في الأرض خالص، إنك يعتبر حسمت كل حاجة وحسمت الدوري. خدت أفريقيا. طب انا كنت مستني انك تنزل بالذات قدام الفريق ده بجديه اكتر من كده. تنزل عندك حماس انك تكسبه وتفضل، وتبقى السنه دي دوست عليه في كل البطولات. آه، انا كنت مستني اداء اكتر من كده، كنت مستني يعني انك تعمل عليهم مباراه. انما انت يعني كل تاني مباراه على التوالي تجيب هدف في مرماك، وعندك اخطاء دفاعيه بالجمله، وخالد عبد الفتاح اللي بيترقص من اي حد ده يعني، وفي رعونة كده في الأداء وغير كده يعني. طب ما كوكا لعب المباراتين اللي فاتوا حلو. أنا كنت مستني إنك تبدأ بيه، يعني كنت تبدأ بيه وابدأ كويس. وفيها إيه لما أنت كنت تبدأ بالأساسيين اللي عندك؟ يعني أنت عملت مباراة الحرس أهم من مباراة بيراميدز يعني. أنا كنت مستني تبدأ بيه، وتبدأ ببيرسي وكهربا وحسين. يعني أنت لو كنت بدأت بالأساسيين المباراة دي كانت هتبقى في جيبك حرفيا. وغير كده انا حاسس اللعيبه هي نازله اساسا، اللي هي ايه، اللي عندها ثقه ولا عندها اي حاجه، اللي هي حاسمه كل حاجه، واخد الدوري واخد كل حاجه، فخلاص بقى عادي نعمل اللي احنا عاوزين نعمله. بجد يعني لازم آه واقفه مع اللعيبه دي. انا مراعي برضو اللي هو العوامل البدني والجهد والحاجات دي كلها، بس برضو في لعيبه يعني اللي عندها بدني ولا عندها جهد يعني في حاجه. انما هي اللعيبه دي هي عينتها كده، اللي هي مباراة حلو والباقي لا. ففني، هو فين الفن اللي الاهلي عمله يعني اساسا؟ يعني بيراميدز اخطر منك. وجاب كورتين، كورتين في القايم. محمود صابر اللي هو بيسدد من اي حته، تسديداته صاروخيه معروفه. اتفرجنا عليه المنتخب الاولمبي، هو خامه كويسه جدا وتسديداته جامده. بس انا عايز اسال سؤال، يعني فين التسديدات اللي بدقه بتاعت لعبتنا يعني؟ اما بيراميدز يكون جايب 3 اجوان، اخطاء دفاعيه بتاعتنا، وغير كده مسدد تسديدتين اللي هما في القايم. تسديدتين في القايم اللي تحت، وفي القايم الايمن. يعني في ايه بجد يعني؟ فين استغلال الفرص؟ فين المحاولات بتاعتك؟ ولا هو كل اللعب، كل لعيب لازم ياخد الكورة، لازم يتفلسف بيها، لازم يحاول يرقص، لازم يحاول يبقى رونالدينيو العرب، لازم يحاول اللي هو يجيب جون؟ انت ممكن باسيست تساعد الفرقة. يعني في عوامل تانية يعني غير الترقيصات، غير انك انت اللي انت عاوز تسجل، في حاجات تانية اكتر من كده بكتير يعني. الواحد اساسا طالع وهو تعبان يعني، فالواحد للجنة على الاداء اللي هو بيتفرج عليه والعك ده يعني. على العموم يعني، هو برضه في جزء على كولر وفي جزء كبير على اللعيبة. جزء على كولر اللي هو كان المفروض يبدأ باللعيبة الأساسية ويبدأ بناس أحسن من كده. وجزء بقى على اللعيبة اللي هي بتاخد فرص كتير، بتاخد فرص كتير بس بدون استغلال الفرص، بدون لعب بجنيه يعني حرفيا. يعني فين الفايدة في لعيبة لما بتركن دكة بتقعد بتزعل، ولما بتنزل لا بتفيدك ولا بتقدم لك مستوى ولا بتعمل لك أي حاجة، ولا ليها فايدة في الفريق يعني عامة. فنتمنى النادي الأهلي التوفيق المباراة الجاية، ونتمنى يعني القطاع عندنا يتطور بحيث اللعيبة الصغار اللي يطلعوا يكونوا مفيدين. بدل ما احنا بنروح نجيب من قطاعات بره، بدل ما تدفع في لعيب مثلا فلوس دلوقتي، وخصوصا بقى عندك الأندية اللي انت بتيجي تجيب منها لعيب لازم تبيض عليك حرفيا، وتقول لك ده ب80 مليون، ده ب70 مليون، اكنك هتجيب رونالدينيو يعني. صباح الفل. بالتوفيق للنادي الاهلي في البطولات الجايه عادي. مباراه ممكن تكون هي عامل انها تفوق اللعيبه،
عامل انك تركز اكتر في المباريات الجايه، عامل انك حتى لو حاسم اي بطوله يبقى عندك تركيز اكتر. يعني الواحد زعلان، يعني ضاع الدوري لا هزيمه، وطلع علينا البيض اللي بيفقسوا، اللي خسرانين في الدوري 8 هزايم، بس هو بيجح عادي وحصاله. اللي هو في افريقيا اساسا حصاله، طلع بموسم صفري بس طلع يحزق لفوز بيراميدز. صباح الفل يا اسطى. وبعدين انت طالع يعني فرحان بفوز فريق، يعني المواجهات ما بينه وما بينه، انا يعني السنه دي كسبته في الكاس وفي السوبر. اه، كاس وسوبر ودوري، يعني واخد بطولتين على قفاه وكسبانه في الدوري يعني. كسبته 3 مرات وكسبني مره يا اسطى. انت مالك برضو؟ طب بص، انا وده الوصيف بتاعي، انت كمركز تالت وحصاله، وبلع 4 وبلع 3 دور أول، بتتكلم بصفتك إيه بقى؟ ما تقول لي يا اسطى. ولا هو حزق وخلاص، ولا هو النادي الأهلي ده اللي بيعمل لك حرقان؟ بالتوفيق للنادي الأهلي في البطولات الجاية، وبإذن الله يكون قرصة ودن، ويعني المباراة دي تكون سبب من أسباب إن الفريق يفوق، واللعيبة تستغل الفرص أكتر من كده، ويبقى فيه فعالية، ويبقى فيه إيجابية أكتر من كده وتركيز. وأتمنى من كولر آه، يعني يظبط حتة البداية بتاعت المباراة دي، ممكن يبدأ بناس تانية أحسن وأفيد. بالتوفيق للنادي الأهلي في البطولات الجاية، وبإذن الله يعني البطولات الجاية تبقى بتاعتنا، ونفضل نفضل على الساحة متصدرين، وإحنا رقم 1 كده كده. السلام عليكم.